السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم دكتور محمد منصور ودي قناة البيطار. هنتعرف في الفيديو ده على كل انواع الفراخ المحلية اللي حضرتك محتاج تربيها في البيت، زي الفيومي والسيناوي والدندراوي والبلدي، وكمان الانواع المستنبطة اللي بيلجأ ليها المربي في الفترة الحالية زي الدقي ومنتزه ونشاص ومعمورة وجميزة. كمان هنتعرف على الفرق ما بينهم من ناحية الصفات الشكلية، وازاي نفرق في الكتاكيت بين الذكر والأنثى، وكمان الفرق ما بينهم من حيث إنتاج البيض والوزن، وأيهم أفضل في إنتاج البيض وأيهم أفضل من ناحية الوزن. وكمان هنتعرف على طريقة التربية والرعاية، ثم عملية التفريخ داخل المفرخ وإنتاج البيض، ثم دراسة جدول مشروع 1000 دجاجة هيكون في فيديو لوحده. عرفنا في الفيديو الأول مميزات الأنواع المحلية والمستنبطة، وإنها لها القدرة على تحمل الأمراض والظروف البيئية الصعبة، وخصوصا درجات الحرارة العالية، وكمان قلة النافق وقلة استهلاك العلف ده مقارنة بالأنواع التجارية. كمان غلو سعر منتجاتها بسبب جودة البيض واللحم، وإنها كمان سهلة التربية للمبتدئين وبتحتاج مساحة أقل في التربية، يعني ممكن توصل ل15 فرخ في المتر المربع حتى عمر من 10 ل 12 أسبوع، وبتتميز بارتفاع الحيوية وإنتاج البيض ونسبة الفأس زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هنتعرف مع بعض على أنواع السلالات المحلية. رقم 1 هو الفيومي، وهو من أشهر السلالات المصرية ومشهور عالميا. يتميز بلون جلد وأرجل يميل للون الأزرق، والكتكوت بيكون لونه بني وعليه خطوط لونها أبيض بالطول على الظهر، واتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات وشوفنا صورتها، وزي ما الصورة واضحة قدامك. يصل وزن البيض في قمة الإنتاج إلى 43 إلى 45 جرام، وقشرة بيض قوية جدا. عدد البيض خلال السنة أو خلال 52 أسبوع يصل إلى 160 بيضة. متوسط وزن الإناث عند عمر النضج الجنسي أو عند عمر 21 أسبوع بيكون من 1250 جرام ل 1550 جرام تقريبا. نسبة التفريخ للبيض المخصب تصل ل 93%، وده رقم يعتبر عالي جدا أو رقم كويس، وده معناه إن كل 100 بيضة حصل لها تخصيب بينتج منها 93 كتكوت. رقم 2 معانا هي سلالة الدندراوي. بيتدرج لون السلالة ما بين اللون الأصفر والأبيض مع وجود خطوط سوداء طولية على الظهر. يتميز بإنتاج بيض خلال السنة أو خلال 52 أسبوع، وهي فترة التربية والإنتاج، إلى 150 بيضة، وده رقم أقل شوية بالنسبة لسلالة الفيومي اللي بتنتج الفرخة الواحدة 160 بيضة خلال السنة. وطبعا في فرق 10 بيضات ما بين السلالتين للفرخة الواحدة، وده بيعوض معانا أعداد كبيرة جدا. لو بنربي في المزارع بتلاقي إنتاج بيض أقل، وده قيمة اقتصادية أقل من الفيومي. متوسط وزن الجسم عند عمر 21 أسبوع، وهو عمر النضج الجنسي للفراخ، بيكون كيلو و15 جرام. وطبعا مقارنة بسلالة الفيومي هو إنتاج لحم أقل جدا. نسبة الإخصاب في السلالة دي بتوصل برضو ل 93%. رقم 3 هي سلالة السيناوي. سلالة السيناوي هي نتجت من الدواجن المحلية اللي نشأت نتيجة الخلط الطبيعي بين عدة أنواع من الدجاج السيناوي المحلي والأنواع الأجنبية اللي كانت موجودة مع الجنود الإنجليز في نهاية الحرب العالمية التانية. بتتميز السلالة دي بأن لونها يتدرج ما بين اللون الذهبي واللون البني، والكتاكيت يكون لونها ما بين برضو الذهبي والبني الفاتح. متوسط وزن البيضة 45 جرام. يصل إنتاج البيض ل 160 بيضة في السنة، ومتوسط الوزن كيلو و500 جرام. رقم 4 معانا هي سلالة البلدي أو الدجاج الريفي، ودي عبارة عن كوكتيل ينتج نتيجة الخلط ما بين سلالات محلية ومستنبطة وبعض السلالات القياسية على مدار السنين. يتميز بتعداد الألوان وكمان حيوية عالية وقدرة فائقة على مقاومة الأمراض. وزن الجسم يصل ل 900 ل 1200 جرام عند النضج، وده بينضج بدري شوية عن الأسبوع 16 لل 18، مش زي الفيومي اللي بينضج عند 21 أسبوع. ده بينضج جنسيا عند 16 ل 18، ولكن لو احنا هنستخدمه في إنتاج البيض يفضل إن احنا نأخر النضج لعمر 20 علشان نتجنب إنتاج البيض صغير في الحجم.
زي ما قلت ان وزن الفراخ البلدي من 900 ل 1200 جرام عند النضج اللي هو 16 ل 18 اسبوع، ولكنه بيزداد في الوزن تدريجيا حتى يصل من 1300 جرام ل 1650 جرام، وبينتج حوالي 100 بيضة في التربية المفتوحة، وبيصل ل 160 بيضة في التربية الحديثة المكثفة. وزن البيض البلدي من 40 ل 45 جرام. ونيجي لرقم 2 في أنواع السلالات، وهي السلالات المستنبطة، ورقم 1 فيها هو الدقي أو الرزي. أنتجوها في معهد البحوث في الدقي عام 1960، وده سبب التسمية، وجاي نتيجة تهجين ذكور سلالة الفيومي مع إناث البليموثروك. لونها أبيض مع أسود ويميل إلى اللون الرزي، وده برضك سبب التسمية. الرقبة لونها بيضة، والكتاكيت لون الريش بتاعها بني على رمادي، والذكور بيكون لونها فاتح والإناث لونها غامق. بنميز بين الكتاكيت عمر يوم عن طريق البقعة البيضاء الموجودة على قمة رأس الكتكوت. البقعة بتكون كبيرة في حالة الذكور وصغيرة في حالة الإناث. رقم 2 في السلالات المستنبطة وهي سلالة مطروح، وهي نتجت نتيجة تزاوج ذكر اللجهرون الأبيض مع إناث دقي عام 1974 في معهد بحوث برج العرب في مطروح. لون الريش في الذكر بيكون أبيض مخطط أسود، والأبيض متساوي مع الأسود. رقم 3 هي سلالة المنتزه، والمنتزه في منه الفضي وفي منه الذهبي. أنتجوا السلالتين عام 1974 نتيجة تزاوج الذكر رود أيلاند الأحمر مع الدقي. يتميز المنتزه الفضي بأن لون الريش أبيض عدا منطقة الرقبة بيكون لونها رمادي مسود، ولون الديل بيكون لونه أسود. المنتزه الذهبي بيكون لون السلالة ذهبي، وكل ريشة مخططة باللون الأبيض مع لون ذيل أسود. رقم 4 هو الجميزة. أنتجوها في معهد بحوث الجميزة نتيجة الخلط ما بين إناث البليموثروك مع ذكور الدقي عام 1982، واللون بتاعه بيكون أبيض رمادي مخطط، وعرض الخطوط الفاتحة والغامقة متساوي في حالة الذكر، والفاتحة بتكون نص حجم الخطوط الغامقة في حالة الأنثى. رقم 5 هي المندرة، وهي أفضل سلالة مناسبة جدا للظروف المصرية، وهي نتجت من تزاوج ذكر من سلالة الإسكندراني مع إناث دقي. لونها بيكون ذهبي غامق مع لون بني على الرأس والرقبة. بيفضل معانا سلالة المعمورة والسلام وإنشاص، ولكن مش مشهورين قوي ومش هنتكلم عنهم في الفيديو ده علشان وقته ما يطولش. بيض الأنواع دي بيجيب تفريخ بعد 21 يوم، وعملية التفريخ وإنتاج الكتكوت هنزلها لك في فيديو كامل لوحده من الأول للآخر، سواء في التفريخ في المعامل التفريخ أو التفريخ في البيت. طريقة رعاية الكتاكيت برضو والتغذية هتكون في فيديو لوحدها من عمر يوم حتى إنتاج البيض، متضمنا طبعا الرعاية والتغذية اللي ما بيخلاش منها الفيديوهات. طب في سؤال مهم، وهو إيه أفضل نوع لإنتاج البيض وإيه أفضل نوع لإنتاج الوزن؟ طبعا أنا قلت لك كل نوع بينتج بيض قد ايه وكمان بيوصل لوزن قد ايه في الفيديو ده والفيديو اللي قبله، عشان نخلص من الانواع بتاعه الفراخ البلدي المحلية والمستنبطة. قبل ما اجاوب السؤال ده لازم تعرف ان خواص البيض من حجم ووزن وكمان اعداد ونسبة اخصاب بتتأثر بعوامل كتير جدا غير نوع السلالة لوحده. زي مثلا ان وزن البيض بيتأثر بمعدل البروتين اللي موجود في العليقة، كمان حجم البيضة بيتأثر بمعدل الكالسيوم. في حاجات تانية كتير لها علاقة بالتربية والتغذية والإضاءة وحاجات من النوع ده، فما ينفعش ان انا اقولك السلالة دي افضل في انتاج البيض او السلالة دي افضل في انتاج اللحم. السؤال ده حضرتك بتعرفه نتيجة المعلومات اللي انا ذكرتها عن السلالة، كمان من خلال تجربة حضرتك والخبرة بتعرف ان السلالة دي كويسة في التربية، والسلالة دي بتجيب معاك بيض، والسلالة دي بتجيب معاك وزن كويس. فاستنى رأيك انت في الكومنتات، تكتب لي افضل نوع ربيته وجاب معاك ما شاء الله وزن وجاب معاك انتاج للبيض. وبس كده. لو عايز الفيديو اللي جاي اعمل اشتراك في القناة عشان تشوفه، ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك وما تنساش الكومنت.